لو هدفك تخس وتخسر أكبر نسبة دهون، هل فعلا الصيام وشهر رمضان هيساعدك تخس بشكل أسهل؟ وهل فعلا تمرينك في فترة الصيام هيفرق معاك ويساعدك تخسر نسبة دهون أكبر؟ تعال أفهمك كل ده وأقولك نظام لو التزمت بيه واستمريت عليه هتطلع من شهر رمضان كسبان كمية حسنات كتيرة وخسران كمية دهون كبيرة. يعني هنضرب عصفورين بحجر بإذن الله. أولا، هل التمرين أو الكارديو أثناء الصيام هيساعدك تخسر دهون أكتر؟ للأسف لأ. هتقولي ازاي يا كوتش ما الجسم هيستخدم الدهون كمصدر طاقة لاني مش واكل فمفيش جلوكوز في الدم؟ للأسف جسمك أذكى من الهبل ده، لان جسمك عشان يفضل في حالة توازن هيوقف من حرق الدهون بعد الفطار بشكل كامل، وهيفضل يحرق من الأكل اللي انت كلته. وكمان التمرين وانت صايم بيخليك معرض اكتر انك تخسر من الكتلة العضلية اللي عندك. وعندك كمان الدراسة دي اتعملت على مجموعتين من الناس، مجموعة اتمرنت على معدة فاضية وهم صايمين، والمجموعة التانية اتمرنت بعد الفطار. واتضح ان المجموعة اللي اتمرنت بعد الفطار معدل الحرق اليومي بتاعهم زاد مقارنة بالمجموعة اللي اتمرنت وهي صايمة، وده لان الشدة بتاعتهم في التمرين بعد الفطار كانت اقوى وجودة التمرين افضل، فده زود من انهم يحرقوا سعرات من التمارين اكتر. يعني كده يا كوتش نتمرن بعد الفطار عادي، ومش لازم نتمرن واحنا صايمين عشان نخسر دهون اكتر؟ يا دبابة، بس لو انت ما عندكش وقت بعد الفطار وبتكون مشغول، فانك تتمرن في فترة الصيام هيكون افضل من انك ما تتمرنش خالص اكيد. ولو هتعمل كده وهتتمرن قبل الفطار، حاول تخلي تمرينك قبل الفطار بساعة. طيب تمام يا كوتش، كده عرفنا الوقت اللي هنتمرن فيه، نركز على ايه تاني عشان نزود من خسارة الدهون؟ مش هتزود اي حاجة تاني. ازاي يا كوتش؟ يعني مفيش طريقة معينة هنمشي عليها في رمضان؟ مفيش اي طريقة. عجز السعرات ونظام الاكل اللي كنت ماشي عليه هتمشي عليه زي ما انت عادي. كل اللي انت بتستفاده من الصيام ان كمية اكلك بتقل بسبب ان وقت الفطار بيكون قليل، لا اكتر ولا اقل. وتعالى نتكلم في نقطة مهمة لازم تكون فاهمها. لو جيت ركزت وفهمت ليه ربنا سبحانه وتعالى منعك من الاكل ساعات طويلة في اليوم، هتستوعب ان الموضوع مش مجرد امتناع عن الاكل بس، ده تدريب عملي على ضبط النفس. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الهدف الأساسي هو التقوى، والتقوى معناها إنك تراقب نفسك وتتحكم في شهواتك، والأكل من أقوى الشهوات عند الإنسان. أنت لما تبقى قادر تمسك نفسك عن المية وأنت عطشان وعن الأكل وأنت جعان، يبقى أنت كده بتبني عضلة تانية خالص اسمها عضلة الانضباط. ومن الناحية العلمية بقى، أكبر سبب لفشل الناس في خسارة الدهون مش نقص معلومات لكن ضعف التزام. وشهر رمضان بيديك فرصة ذهبية إنك تتعلم تقول لنفسك لأ، لأ للأكل الزيادة، لأ للأكل العشوائي، لأ للتبذير في الأكل. وانت لما تتعلم تقول لنفسك لأ 14 و15 ساعة في اليوم، يبقى تقول لأ بسهولة بعد الفطار. ما تجيش بعد الفطار تخرب الدنيا وتكافئ نفسك بحلويات وأكل زيادة. ال15 وال16 ساعة صيام دول مش إنجاز عشان تكافئ نفسك بحلويات وأكل زيادة على الفطار، ده درس تتعلم منه إنك تتحكم في أكلك صح وتتغلب على رغبتك وشهوتك اتجاه الأكل. فأنا عايزك تسترجل وتستغل الفرصة دي صح، ويا ريت يكون عندك وعي كفاية إنك تفهم إن مفيش نظام تمرين معين هيساعدك تخسر دهون قد التزامك على نظامك الغذائي وعجز السعرات اللي انت ماشي عليه في الأيام العادية. وتعالى هقولك نقطة هتساعدك إن شاء الله إنك تتحكم في الأكل أكتر. أول ما يأذن المغرب انت مش هتاكل، هتفطر بس على بلحة وكوباية مية وتصلي المغرب وبعدين ترجع تاكل. الموضوع ده يبان عادي وبسيط ومش هيفرق كتير، بس والله هيساعدك كتير إنك تقلل من كمية الأكل اللي هتاكلها على الفطار. جرب وشوف بنفسك. وبس كده. الشهر ده بيجي مرة في السنة، يا ريت نستغله صح ونفكر في العبادات زي ما بنفكر في التمرين والدايت. وأسأل الله إن الشهر ده يكون سبب في إننا نطلع منه أقوى نفسيا وأفضل بدنيا. سلام.